مساء الخير. يعني طبعا كلنا زعلانين، وجمهور الزمالك كله زعلان. الناس ليها حق تزعل. كل حاجة في نادي الزمالك اتعملت غلط السنة اللي فاتت دي. اللي اتعمل في نادي الزمالك يوقع أي فريق. أول حاجة أنت معرفتش تتعامل مع موقف كل اللعيبة اللي بتجدد لهم وخسرت لعيبة مهمة جدا. أهمهم في رأيي طارق حامد، لأن طارق حامد ده أحسن لعيب دخل نادي الزمالك في آخر 20 سنة. دخل نادي الزمالك في 20 سنة هو طارق حامد. مش بتكلم على كورة بس، بتكلم على كورة وشخصية وقيادة ولعيب راجل. عمل مع موقف معاه في التجديد ورحيله بالشكل ده كان بداية الانهيار للزمالك في رأيي. نمرة 2 الزمالك اتعاقد مع 90% منهم لا يصلح للعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك ده اللعيب اللي بيلبس فانيلته لازم يبقى ليه ستاندردز معينه. مسؤولين الزمالك اهملوا الستاندردز دي، عشان كده الفريق وصل للحاله اللي هو الاهم من كده. عقد زيزو فشخ اوضه اللبس بتاع الزمالك. فشخه بوظ اوضه اللبس بالطريقه والمقدم. زيزو لعيب كبير والزمالك محتاجه. العقد بتاعه يتعمل بشكل يناسب امكانيات النادي، ويناسب الظروف اللي موجوده. على فكره النتائج اللي انتم شايفينها دي نتائج طبيعيه. الاهم من كده ان الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت بلعيبه وولاد صغيره. كان لازم ان هم يتبني عليهم، ما يجيش اي لعيب تاني يلعب عليهم اساسي الا بعد ما يثبت نفسه ان هو يقدر ان هو يلعب اساسي. وده ما حصلش. كل حاجه اتعملت غلط في الزمالك. مدرب مشي وبعد كده رجع استغنى عن جهازه، وبعد كده بيشتغل مع مدرب عام. كل حاجه لازم تتغير في الزمالك. كل الناس اللي غلطت لازم يتحاسبوا، لان الزمالك مش نادي صغير. الزمالك نادي كبير، ما ينفعش تعمل فيه الكلام ده. قطاع الناشئين مهمل بشكل كبير جدا، وده عار على المسؤولين في نادي الزمالك ان قطاع الناشئين يبقى مهمل بهذا الشكل. ان انتوا لو مش قد الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها لازم تمشوا كلكم، تعتذروا. الزمالك مش صغير، الزمالك نادي عظيم. وإذا ما كنتش هتشتغل في نادي تاخد قرارات صح، لازم تقعد في البيت. شايف ان هو غلطان لازم يمشي.